السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا متابعيني الكرام، متابعي قناة أبراج اليوم للتوقعات اليومية. اليوم هنشوف توقعات العذراء بتاريخ 29/12/2025، وهنشوف طاقتك غدا وتوقعاتك على جميع الأصعدة، على الصعيد العام والعملي والمالي والعاطفي والصحي والدراسي. ما تنسوش حبايبي عمل لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا منكم ليصلك كل ما هو جديد أصحاب برج العذراء. على الصعيد العام، الطاقة العامة لبرج العذراء بتتكلم عن فترة استقرار داخلي بعد تعب، وعن إحساس إن الدنيا بدأت أخيرا تمشي أهدى. مش بضرورة كل شيء اختفت، لكن إنك بقيت هادي في تعاملك معاها، وبقيت تعرف إيه اللي يستاهل مجهودك وإيه لأ. كمان في إحساس واضح بالراحة النفسية مقارنة بالفترة اللي فاتت، كأنك خرجت من حالة ضغط مستمر وبدأت ترجع لطبيعتك الحقيقية. العذراء الفترة دي مش محتاج صراع، محتاج بس تنظيم بسيط للحياة ولمة هادية وكلام صادق. الطاقة بتقولك إنك محاط بأشخاص نيتهم طيبة، أو على الأقل في شخص واحد بيدعمك بصدق حتى لو مش بيقولك كتير. العلاقة مع الناس بتتحسن وسوء الفهم اللي كان موجود قبل كده بدأ يهدى. لو كنت حاسس إنك شايل مسؤوليات زيادة عن طاقتك، فالفترة الجاية فيها مشاركة أكتر. مش لازم تطلب كل حاجة لوحدك، ومش ضغط إنك تطلب مساعدة أو تقبلها. العذراء لما بيريح دماغه شوية إنتاجيته بتزيد. في كمان طاقة تقدير جاية، ممكن كلمة حلوة أو موقف بسيط أو إحساس داخلي إنك راضي عن نفسك، وده مهم جدا لأنك طول الوقت بتجلد ذاتك أكتر مما تستاهل. البيت والعيلة ليهم دور مهم في الرحلة دي، في دفء وفي حنان وفي إحساس بالأمان، حتى لو في خلافات بسيطة، إلا إن النية العامة فيها صفاء مش تصعيد. لو كنت قلقان من المستقبل فالطاقة بتطمنك يا عذراء. الطريق قدامك ثابت والخطوات مش سريعة لكنها صح. مش مطلوب منك تجري، مطلوب منك تكمل بهدوء. كمان في رسالة قوية ليك يا عذراء بتقولك إن الفرحة مش لازم تكون حاجة كبيرة، أحيانا بتكون في لحظة أو في قعدة أو في ضحكة أو في إحساس إنك مش لوحدك. العذراء بطبيعته عملي، بس الفترة دي محتاج يسمح لنفسه يستمتع حتى بحاجات بسيطة. الخلاصة العامة لبرج العذراء هدوء بعد تعب واستقرار تدريجي وعلاقات أدفى وراحة نفسية بتكبر يوم بعد يوم. أما على الصعيد العملي، الطاقة العملية لبرج العذراء بتتكلم عن مرحلة انتقالية مهمة جدا. مرحلة انت فيها مش بتجري ولا بتضغط على نفسك زي الأول، لكن واقف وبتراجع وبتفكر وبتحسب خطواتك قبل ما تتحرك. يمكن من بره بتبان ان في بطء، لكن في الحقيقة ده وعي مش تأخير. كمان في شغلك انت وصلت لنقطة انك مش عايز تكمل اي حاجة مش مطمناك، ولا عايز تشتغل في بيئة تحسسك انك غريب او مش مقدر. العذراء هنا بيبدأ يحط حدود حتى لو كانت حدوده هادية ومش معلنة. الفترة دي فيها قرارات مهمة يا عذراء، مش بضرورة قرارات مفاجأة، لكن قرارات ناضجة. ممكن تكون بتفكر في تغيير مكان أو تغير طريقة شغلك، أو حتى إعادة ترتيب دورك في نفس المكان. أنت مش ضد الشغل، أنت ضد الاستنزاف. وفي إحساس إنك واقف قدام باب جديد، الباب ده محتاج منك خطوة، لكن الخطوة دي مش دلوقتي قوية، محتاجة ترتيب داخلي الأول. يمكن بتراجع خبراتك أو بتفكر إنك اتعلمت إيه من اللي فات، وده ذكاء منك مش تضييع وقت. لو كنت حاسس إنك لوحدك في الشغل أو إن المسؤولية كلها عليك، فالطاقة بتقولك يا عذراء إن ده هيتغير تدريجيا. يا إما حد يدخل يساعدك، يا إما أنت نفسك هتغير أسلوبك ومش هتشيل فوق طاقتك تاني. في كمان فكرة مهمة، مش كل فرصة جاية لازم تتاخد، ومش كل عرض هو المناسب. العذراء هنا بيتعلم يقول لأ بهدوء، وده هيفرق جدا في استقرارك العملي. كمان لو شغلك ليه علاقة بالإبداع أو التعليم أو التنظيم أو أي حاجة محتاجة تركيز وصبر، فالفترة الجاية بتديك مساحة تشتغل براحتك أكتر بعيد عن الضغط المستمر. النتائج مش هتيجي فجأة لكنها ثابتة. كمان واضح إنك بتفصل شغلك عن حياتك الشخصية أكتر من الأول، وده صحي. ما بقاش في خلط مرهق زي زمان. أنت بتتعلم إن الشغل جزء من حياتك مش حياتك كلها. الخلاصة العملية لبرج العذراء تفكير هادي وخطوة محسوبة وباب جديد بيتحضر، واستقرار عملي جاي على مهل بس ثابت. أما على الصعيد المالي، الطاقة المالية ليك يا عذراء بتتكلم عن مرحلة انتظار محسوب. مش انتظار ولا كسل ولا تعطيل، لكن انتظار ناتج عن وعي. انت حاسس ان في رزق جاي،
بس مش بالشكل السريع اللي يخليك تفرح فجأة، لأ، ده رزق بطيء جاي بتدريج لكنه ثابت وقابل للبناء. انت يا عذراء هنا عندك احساس ان الفلوس مرتبطة بخطوة اوسع من مجرد شغل يومي. ممكن يكون في فكرة توسع مشروع جانبي او حتى تعامل مع ناس من مكان بعيد، او حتى تفكر في مصدر رزق مختلف عن اللي متعود عليه. دماغك شغالة على ازاي اكبر مش ازاي اعدي. كمان في شعور انك بذلت مجهود قبل كده، واللي جاي دلوقتي هو حصاد متأخر. يمكن اتأخرت في النتيجة، ويمكن شكيت في نفسك شوية، لكن الطاقة بتقولك يا عذراء ان تعبك ما راحش، هو بس بياخد وقته علشان يطلع في الصورة الصح. ماليا يا عذراء انت بتتعلم الصبر، وبتتعلم ان مش كل فرصة سريعة تبقى صح. في عرض او فكرة او خطوات مالية محتاجة منك تفكير هادي ومراجعة كويسة، لان العائد الحقيقي مش في السرعة، في الاستمرار. كمان واضح ان في تحسن تدريجي مش طفرة مفاجأة. فلوس بتيجي والتزامات بتتظبط ونظرتك للمال نفسها بتتغير. انت مش عايز فلوس تيجي وتمشي، انت عايز امان. الفترة دي مناسبة جدا للتخطيط المالي، بتنظيم ديون أو إعادة توزيع مصروفات أو تحضير لمرحلة أغنى مش أسرع. وفي كمان رسالة مهمة بتقولك الفلوس اللي جاية مش جاية من القلق، جاية من الثقة في الخطوة اللي انت ماشي فيها. كمان رسالة المال بتقولك يا عذراء الرزق بيتبني، وخطوة بتتوسع، وصبر هيكافئك، وأمان مالي بيظهر. أما على الصعيد العاطفي، الطاقة العاطفية ليك يا عذراء بتتكلم عن قلب مر بتجارب وتعلم منها وبقى هادي مش ضعيف. انت في المرحلة دي مش بتجري ورا الحب ولا بتتعلق بسرعة، لكن أول ما تحس بالأمان بتدي من قلبك كله من غير حساب. وعندك إحساس إنك بتفكر في الحب كشيء ناضج مش مجرد مشاعر لحظية. العذراء هنا عايز علاقة تكون فيها مشاركة ودعم وإحساس بالبيت، حتى لو البيت ده معنوي مش مكان. انت محتاج حد يساعدك انك مرتاح وانت على طبيعتك من غير تمثيل ولا مجهود زيادة. لو انت في علاقة يا عذراء فالطاقة بتقول ان العلاقة دي فيها دفء وفيها قابلية للنمو، بس محتاج صبر وتقدير متبادل. يمكن الطرف التاني بيحبك بطريقته مش بالطريقة اللي انت متعود عليها، وده عامل عندك حيرة، لكن في نية خير وفي احساس حقيقي. ولو انت منفصل ففي طاقة عودة للحب، مش بالضرورة مع شخص قديم لكن مع إحساس قديم، إحساس البساطة. في حد ممكن يدخل حياتك بهدوء من غير ضجة، بس تأثيره هيكون عميق لأنه شبهك في القيم مش بالكلام. العذراء هنا بيدرك إن الحب مش تضحية من طرف واحد ومش تعب مستمر. الحب الصح هو اللي يحسسك إنك تكبر وإنت جواه مش بتقل، وعشان كده إنت بقيت تختار حتى لو الاختيار ده خلاك لوحدك شوية. كمان في رسالة واضحة بتقولك انت تستحق علاقة تريحك مش علاقة تختبر صبرك. القلب عندك جاهز للعطاء، بس مش لأي حد، جاهز للي يشوف قيمتك ويحترم مشاعرك ويفرحك بتفاصيلك الصغيرة. والطاقة بتقول ان اللي جاي بنية حلوة وبخطوة ثابتة. كمان لو في سوء تفاهم حصل قبل كده فالتوقيت مناسب للكلام الهادي وللمصارحة من غير لوم ولا ضغط. انت ناضج كفاية يا عذراء انك تسمع وتتكلم من غير ما تجرح. رسالة الحب بتقولك يا عذراء في حب ناضج ودفء واستقرار واختيار واعي وقلب مستعد يفتح بابه بس للي يستاهل. أما على الصعيد الصحي، الطاقة الصحية يا عذراء بتتكلم عن مرحلة وعي مش مرحلة خوف. انت مش في وضع خطر لكن في وضع إعادة ترتيب. جسمك بيبعتلك إشارات مش علشان يقلقك لكن علشان يفكرك إنك محتاج تعامل نفسك بنفس الحكمة اللي بتتعامل بيها مع غيرك. كمان عندك إرهاق متراكم مش بضرورة جسمك، بس ده مأثر على ذهنك ونفسيتك وده انعكس على جسمك. العذراء بطبيعته بيشيل أكتر ما بيستحمل وبيفكر أكتر ما بيرتاح، وده ظهر في الفترة اللي فاتت في صورة تعب وقلة طاقة أو إحساس إن الجسم مش زي الأول. لكن الجميل هنا إن الطاقة بتقولك يا عذراء إن في مرحلة تحسن تدريجي، مفيش حاجة مفاجأة ولا تعب حاد، لكن في دعوة واضحة إنك تنظم يومك ونومك وأكلك وحالتك النفسية. أي حاجة بسيطة تعملها بانتظام هتفرق جدا. كمان لو كنت مهمل في صحتك شوية فالوقت المناسب ترجع تهتم، مش بعنف لكن بلطف. جسمك محتاج تعاون مش أوامر، محتاج تسمعه مش تضغطه، وكل ما تدي لنفسك مساحة راحة هتلاحظ فرق واضح. الطاقة بتشير كمان إن أي توتر أو قلق قديم لو ما خرجش بالكلام أو الفهم بيطلع على جسمك
علشان كده الراحة النفسية هنا أساسية زي أي علاج. في شفاء، بس الشفاء ده بيجي من الوعي مش من الاستعجال. خطوات بسيطة ثابتة أحسن من قرارات قوية وتقف بعدها. جسمك يا عذراء بيستجيب بسرعة لما تحترمه. لو في فحوصات أو متابعة مؤجلة، الطاقة بتقولك يا عذراء إن الاطمئنان أفضل من القلق. النتيجة في صالحك، والراحة النفسية اللي بعدها هتفرق كتير. كمان رسالة الصحة بتقولك أنت قوي مما تظن، وجسمك مش ضدك، ده شريكك بس محتاج اهتمام. أما على الصعيد الدراسي، الطاقة الدراسية ليك يا عذراء بتقول إنك داخل مرحلة إثبات ذات مش مرحلة تجربة. أنت مش بتتعلم علشان تعدي، أنت بتتعلم علشان تثبت لنفسك قبل أي حد إنك قدها في الفترة دي. كمان في تركيز عالي وإحساس داخلي إن الوقت اللي فات كان تدريب، وإن دلوقتي وقت الحصاد الحقيقي. يمكن تكون حسيت قبل كده إن مجهودك مش ظاهر يا عذراء، أو إنك بتشتغل في صمت من غير تقدير كفاية. لكن الطاقة بتقولك إن اللي يشتغل في الخفاء بيطلع في العلن، وإن تعبك الدراسي له وزن حتى لو التأثير مش فوري. النجاح هنا تراكمي خطوة ورا خطوة بس ثابت. كمان يا عذراء انت بطبيعتك منظم، وده في المرحلة دي نقطة قوية كبيرة. لو استغليت التنظيم ده صح وحددت أولوياتك، هتلاقي إنك بتنجز أكتر مما كنت متخيل. مش مطلوب منك إنك تعمل كل حاجة مرة واحدة، المطلوب إنك تكمل وما تسيبش. كمان لو كنت قلقان من امتحان أو نتيجة أو خطوة دراسية جاية، فالطاقة بتقولك إنك جاهز أكتر ما عقلك مصورلك. القلق هنا نابع من حرص مش من ضغط. حاول ما تخليش الحرص يتحول لضغط. ثقتك في نفسك جزء من النجاح. في كمان إشارة إنك ممكن تكون قدوة لغيرك، أو حد بيبص ليك وبيتعلم منك من غير ما يقول، وده دليل إنك ماشي صح. خليك ثابت على طريقتك. رسالة الدراسة بتقولك يا عذراء الاستمرارية هتكسب، والتعب مش هيضيع، والتقدير جاي في وقته. الفترة الجاية فيها إنجاز وإحساس بالرضا، وربما خبر يفرحك بخصوص نتيجة أو قبول أو تقدير. ودي كانت توقعاتك يا عذراء. انتظروني مع فيديو آخر وتوقعات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.